السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وفي أفضل حال. هعمل معاكم النهاردة القراقيش بمقادير مظبوطة جدا جدا، هتجربوها مرة وخلاص هتعتمدوا الطريقة. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بولة نزلت بكيلو من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نص معلقة صغيرة من بهارات الكحك، دي ممكن تستغني عنها لو مش بتحبيها بس بتدي ريحة حلوة جدا للقراقيش، ربع معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبيرة من السكر، 4 معالق كبيرة من السمسم المحمص. هتقلبي المواد الجافة كلها مع بعض. بعد كده هستخدم 2 كوب من السمنة والزيت، بمعنى ان انا استخدمت كوب سمنة وكوب زيت. ممكن الكمية كلها تكون سمنة لكن مينفعش الكمية كلها تكون زيت، هتخلي القراقيش معاكي ناشفة. هتبتدي بايديكي كده تبسي السمنة مع الدقيق بالشكل ده، وبعد كده هتبتدي تنزلي بالحليب. استخدمت كوب من الحليب الدافئ ونص كوب من المية الدافية. هتبتدي تلمي العجينة، احنا مش عايزين نعجن كتير، العجن الكتير هيخلي القراقيش تنشف منك. المفروض العجينة تكون ناعمة معاكي، تختبري كده في حتة معاكي وتلاقيها ما بتشققش. طب لو بتشقق هتزودي معلقة او معلقتين من السمنة، ممكن السمنة توصل معاكي 450 جرام، لكن اكتر من كده القراقيش هتبقى ناعمة معاكي. هتغطي العجينة وتسيبيها ترتاح لمدة ربع ساعة لحد ما نحضر الحشوة. معايا نص كيلو من العجوة، نزلت عليه بمعلقة ونص من السمنة، هتعجني فيهم لحد ما تلاقي العجوة طرية معاكي في ايدك. اخدت قطعة من العجوة وهصبحها بالشكل ده. بعد كده هتاخدي جزء من العجينة، واهم حاجة الباقي ده تكوني مغطياه علشان ما تنشفش منك. هتبتدي تفرديها بسمك رفيع، انا حطيت كيس في النص علشان الفرد يبقى اسهل. هبتدي اساوي الاطراف بالشكل ده. ميزة القراقيش ان اشكالها كتير، تقدري تنوعي فيها براحتك. هبتدي احط رول العجوة اللي انا كنت عملته، هسويه بالشكل ده وهلف عليه العجينة مجرد بس لحد ما تقفل، وهقفلها بالشكل ده. من المهم ان انت تقفلي العجينة كويس جدا بالشكل ده علشان ما تفتحش منك اثناء التسوية. هتضغطي عليها وتلفيها علشان تسويها. بعد كده هتقطعيها بالشكل متساوي. وبكده بقى معانا اول شكل من اشكال القراقيش. تاني شكل معانا كعب الغزال. هتفردي عجينة على شكل مربع، وحاولي ان السمك يكون معاكي رفيع. بعد كده هتفردي عليها العجوة بالشكل ده، وتكون العجوة طبقة رقيقة برضو. العجوة هتلاقيها طرية جدا معاكي وبتتفرد معاكي بكل سهولة. ملحوظة مهمة، حتى لو العجوة طرية معاكي لازم تحطي فيها سمنة علشان تفضل طرية معاكي في القراقيش ما تنشفش منك. هتضغطي على العجينة وتفرديها كويس جدا علشان تكون ثابتة معاكي. هتلف العجينة رول وبعد كده تقفليها كويس جدا زي ما اتفقنا علشان ما تفكش معاكي اثناء التسوية. بعد كده هتقطعيها بشكل متساوي بالشكل ده. وبكده بقى جاهز معانا كعب الغزال. واللي بتعمليه بتحطيه في صينية مش مدهونة اي حاجة، وهتغطيها وتسيبيها ترتاح لمدة نص ساعة. بعد كده هنعمل الشكل المتعارف السهل البسيط جدا، القراقيش السادة. هتقطعيها بشكل مايل للجنب كده بأي قطاعة، بسكينة، أي حاجة متاحة عندك. لو حابة القراقيش تكون بالسمسم هتمسحي وشها كده بالحليب بالشكل ده، وبعد كده تغمسيها في سمسم. بعتذر عن صوت أغاني الأطفال اللي باينة في الفيديو، يعني بنوتي ماسكة موبايل. بالنسبة للتسوية في فرن ساخن مسبقة على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط. هتاخد معاكي وقت ربع ساعة تقريبا. لو حسيت ان هي محمرتش من فوق وحمرت من تحت هتفتحي عليها الشواية اخر 5 دقايق. بس عايزة اقولك انت ممكن ما تحتاجيش للشواية خالص، القراقيش طالعة مظبوطة جدا وسواها مظبوط. عايزاكي تشوفيها ازاي هشة من جوه. بجد القراقيش مظبوطة جدا. امشي على الخطوات خطوة بخطوة. وزي ما قلتلك ممكن تزودي كمية السمنة اكتر من كده عشان لو حابة تكون ناعمة معاكي. يلا اتمنى تجربوا الطريقة واشوفكم في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.